رحلة لاتنين من أهم الحضارات في العالم، أوروبا القديمة ومصر الفرعونية. مش بس هنشوف أوروبا كانت عاملة إزاي، لكن أهم سؤال: هل كانت في علاقة بين العالم الأوروبي القديم وبين الفراعنة؟ قبل ما أوروبا تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، دول ولغات وثقافات، كانت قارات من الشعوب المتفرقة. في الغرب كان الإغريق، وفي الشمال في شعوب الجرمان والسلتك، وفي الجنوب حضارة روما، وفي الشرق أوروبا كانت لسه في بداية تشكلها. لكن المختلف ان اوروبا القديمة ما كانتش حضارة واحدة، كانت مجموعة حضارات صغيرة، كل واحدة لها لغتها، آلهتها، عاداتها. كانت حضارات بتنمو ببطء وبتحاول تلاقي لنفسها مكان على خريطة العالم. وقتها كان في طرف واحد مسيطر على الشرق الأوسط والبحر المتوسط، اللي هو مصر القديمة، مصر الفرعونية. في الوقت ده، في الزمن ده، كانت مصر واقفة على ضفاف النيل، كانت مملكة مستقرة قوية، لها علم، لها جيش، لها فنون وهندسة وحضارة عمرها آلاف السنين. بينما معظم أوروبا لسه في عصور ما قبل التدوين. الحضارة اللي كسرت العزلة، الإغريق، أول حضارة أوروبية دخلت في علاقة وثيقة مع مصر، كانت حضارة الإغريق. الإغريق كانوا مفتونين بالحضارة المصرية، فيهم اللي اتعلم من مصر وفيهم اللي نقل العلوم من مصر لبلاده. وعلى سبيل المثال، هيرودوت اللي بيسموه أبو التاريخ قال إن الإغريق اتعلموا من مصر الحساب والهندسة والدين. كمان وجود الإغريق في الدلتا كان قوي، وكان في مواني فيها تبادل ثقافي واضح بينهم وبين المصريين. من التجارة للتأثير الثقافي، رغم أن أوروبا القديمة كانت أبسط إلا أن مصر أثرت فيها بشكل عميق. معنى كده أن أوروبا القديمة اتعرفت على شكل الحضارات عن طريق الفراعنة، روما والإمبراطورية اللي احترمت مصر. مع صعود روما، مصر بقت مصدر إلهام ورمز للقوة. الرومان نقلوا ديانة إيزيس عندهم، وبنوا معابد على الطراز المصري، ودخلوا الفن المصري في النحت والعمارة. حتى بعد ما روما سيطرت على مصر، تأثير الحضارة المصرية فضل واضح في الثقافة الرومانية لقرون طويلة. هل كانت أوروبا ند لمصر؟ بكل وضوح في المراحل الأولى لأ. مصر كانت حضارة ناضجة متقدمة مستقرة، بينما أوروبا كانت لسه في طور التكوين. لكن مع الوقت الإغريق وبعدهم الرومان دخلوا في علاقة تبادل مع مصر. لكن البداية كانت مصر فيها علم وأوروبا فيها فضول. اللي جمع أوروبا ومصر جغرافيا البحر المتوسط. احنا مش بس بنروي تاريخ، احنا بنحاول نفهم ازاي الحضارات اتقابلت وازاي أثرت في بعض، وازاي العالم اللي احنا عايشينه النهاردة هو مجموعة من الطرق اللي بدأت من آلاف السنين.